عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في محل شنط. المحل ده في ميدان التحرير، اسمه الوهاب. عنده كل انواع الشنط، الدبلوماسي وشنط الاوراق والشنط كمان السفر. مجموعة كبيرة من الشنط واسعار بتتفاوت. هو طبعا الاسعار غليت لان الدولار غالي قوي، وكل الشنط دي مستوردة تعتبر مش مصري. والله عايزة اقول لكم ان احنا عايزين ندي الحاجة للناس ببلاش، لكن للاسف كل الاسعار ولعت والله، غصب عننا. يعني في شنطة زي دي كده برميل، اللي هي بتشيلي فيها كل الحاجات العرايس بقى وكده. معلش عفوا. في شنط أوراق، بتتراوح سعرها من 450 500 و550. الشنطة دي بتتفتح 3 أدراج، يعني 3 أضعاف الشنطة. الشنطة دي بتحطوا فيها بقى الصيفي والشتوي، يعني تبديل الفصول الشتوية من الصيفي. شنطة ممكن تحط فيها جهاز العرايس. الشنط دي جرابنديات اللي رايح الجيش مثلا، او اللي بيسافر، او المهندسين اللي بيسافروا في الصحراء، او رجال الجيش. كل ده بتستخدم، بتتشال على الظهر، وبتستخدم استخدامها حلو اوي، بتشيلوا فيها كل حاجة. عندنا بقى الهاندباجات العادية دي، أسعارها ب250 و300، ما بتزيدش عن كده. شنطة حلوة قوي ومتينة، وسعرها مناسب وحلو، بتشيل من 5 كيلو لغاية أقصى حاجة 20 كيلو. حلوة قوي، وسعرها يعتبر حنين على الزباين، ما يبقاش تقيل كده ولا بيضلق الناس. في الجرابنديات دي مثلا بتاعة الجامعات وبتاعة الدروس، للبنات والولاد والشباب. وبتحط فيها لابتوب واوراق وكل حاجه. وفي ناس كمان بتحطها على ظهرها، علشان ما بتحبش تشيل حاجه في ايديها، وبيكون حاطه فيها كل كابل اللاب والسلك بتاعه كل حاجه خاصه بيهم يعني. في شنط حريمي، في شنط شبابي، في شنط رجالي. جميع انواع الشنط في المحل ده. عندهم مجموعه حلوه قوي بصراحه، في تشكيله حلوه قوي. طبعا دي الشنط الفبر، خامة حلوة سيليكون، ضد الكسر. الطقم بيبقى 3 قطع و4 قطع. في بيبقى حاجة ألوان، وفي حاجة عليها ستريتش مختلفة خالص، بتحافظ على الشنطة من التجريح، بتحافظ على الشنطة من تغيير اللون، بتحافظ على الشنطة ان هي ما تتوسخش. الجراب ده بيحافظ عليها حلو قوي. والشنطة برضو بتتراوح سعرها 1500 جنيه و1000 جنيه و1200 في شنط ب2000. طبعا في ظل ظروف ان هي الشنط ولعت كده، احنا طبعا والله مشفوقين على الناس، والواحد بيبقى زعلان، لان من ساعة ما الدولار غلي وهي الشنط كلها غليت في كل مكان. احنا بقدر المستطاع بنوزن شوية وما بنحبش نعلي. اللي بيزعل ان الناس بتاخد بسعر وبتبيع بسعر تاني، بتسقع البضاعة عندها وتغلي في السعر، وده طبعا كتجارة مش صح، يعني حرام. بيع اللي في ايديك بنفس السعر اللي انت اشتريت بيه، او حط ربحك عليه. وبعد كده لما حاجة بتجيلك بالغالي بتبيع بالغالي. انا بلاحظ ان حتى التجار الكبار اللي هم المستوردين بيخلوا البضاعة عندهم اسبوع واتنين وتلاتة، عشان كل يوم الشنطة بسعر، فبيزودوا من نفسهم كده. والتاجر يقولك حط 25% على البضاعة، وهي حتى البضاعة عندك في المحل. طبعا مش صح وحرام شرعا. يا ريت التجار يخلي بالهم من النقطة دي، عشان ما ينفعش كل ده يعني على حساب الناس الغلابة المساكين اللي ملهمش ذنب في غلاء الأسعار. يا رب أكون فدتكم النهاردة في الفيديو ده. كل أنواع الشنط عندنا في محل الوهاب، 5 ميدان التحرير. أسعار حلوة قوي، موديلات جميلة، كل أنواع الشنط موجودة، مفيش شنطة مش موجودة في المحل. يا رب أكون فدتكم في الأسعار والموديلات والأحجام الشنط، كل أنواع